بالمحاربة والصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الورى هو الذي خلقهم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادروا له وفارقوا العين أرسل بالقرآن خير مرسل هدى ورحمة وخير منزل لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا توبوا إلى الإله وطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاتي مع السلام علي بالآل وبالكرام من شابه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفوا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أذكى سلامي بلا انتهاء محمد صلى عليه الله قدمه المولى على سواه سوده في من مضى وحذروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباين ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم ندى شماله فيها لمجرم ردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي المصطفى خير البشر يحجل سمس دعوة حيث ظهر إن الذي لم يروه خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار بان علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يبارى فاتبعوا أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عيسى ساءكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدايكم سوى سيدنا السيد للسادات جف بي قلم ذي المنات بجاي خرج كل خلق من عذب بانتفاق الرزق بجاي خرج كل خلق من عدم بانفتاق الرزق يا رب صل أبدا وسلما علي في جموعي وعظما لهبي ما لا ينال سوى من لازم وفني كل جوا وجهت وجهي إليك سائلا مغتربا عند النصارى قائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به النصارى أشركوا سألت بالمصطفى خير الأنام تهجيل أوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد قديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلما علي بالآل ومن له انتمى لفر كل ومعني عيبي حتى رافق رجال الغيب يسير أموري والولي السير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نظفني اليوم وسق لي غدا وبعد من تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسق في أبد أغراضي كما المطار أبقي عمري عبدا قليما طاردا وبشري يقيني اليقين غوف خيرك فلي في الدار ننجل بخيرك اكتب لي اللهم في الأصحاب دنيا وقرى ومؤني عابي للي أعضى إيمان واكهب لي أراف من لبي وفك كبلي رجوت أنك تضمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله رجوت أنك تضمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقد شكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعادي انصرفوا لغيري يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا باركت منكم عبدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين نعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا قليله الحبيبا أذب عنه عن الإسلام لويز الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله
إن الذي زين في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بالتسليم ولا لوساب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكال أني يشك أحد في كوني سيدنا المطار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلا لذا يشابه الفؤاد هل يقدر الحسب أن ينقل ما أبرموا رب الأراضي والسماء والله لا يخفي نور الله أعداه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكالي توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتوينوا الدين وتتبعوا المشرع الأمين انصرفوا لغير في الدارين وراقبوا العارين والنارين زكوا الذي من فدة والطاب كان اسمه قبل الوضع والغطب زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الإنعام كتبت ذا النظم نصيحة فمن قبله في العذاب والمحن أنتم جميعا حشب مسندة فقل لكم موعظة مشددة واجاتكم بالحق ذا تبرؤي منكم فسارعوا بلا تجرؤي توبوا وآمنوا وأسموا معا وتأسروا وتبعوا المشفعا توبوا وآمنوا وأسموا معا واسنوا وتبعوا المشفعا والرئيس في السماء والأرض يرد ما يساء أو يمضي ويل لمن مال إليكم مدبرا عن ربي وعنكم لا يصبرا أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي وليا أو نصيرا من ظن أني غير عبد الله وخير عادم النبي فساهي من ظن أني غير عبد الله وغير قادم النبي فساهي وجاني الوهاب للبهور وأنا قد رديت ذا الشكور فزت بكوني عبده قديما لعبدي الذي أوى تقديما وجهت وجهي إلى الإله أخدم عبده من عبد الله ناوينا في أقرب وأجنبي مع الحديث واجل الكتب بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجرة ونسر كالسحاب ههت في البور في الثلاثة رب الذي قد ساق للغياسة هو الحفيظ والمغيث والكريم هو الغني الواسع المغني الرحيم دعوته وهو القريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يقيب هب لي يا وهاب كوني ذا انقراض في السلك ما ينجون من أمر الشراط من علي بجميع ما يسر دنيا وقرى غير متروك يضر أجي وسل سرمدا على النبي محمد وآله والنجب ضلل لي الصعاب يا إلهي وسق لي المنى بلا تناهي أنت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قد عنوا لما عاهدتك اليوم على ترك جميع ما قد نهيتني مع المبيع اصرف جميع ما نهيت عني وما قد بعته فالسنه هب لي التقى والصدق والوفاء في أبر ولتفن الأسواء دعوتك اليوم مهاجدا ولا حول ولا قوة لي يا ذا العلا وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا الخلا أمو عيوبي كل اليوم وكن مجملا سري وجاري بكم وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا موني لجعل بفضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مجلا
سردت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد صبرني اللهم عن جملة ما لله قد تركته معمما أبلي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشفيع بجاي عصمني من الرجوع لواحد منها وتدق الشوع رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن يسر لي الزول وكل ما تحب وأبدا سقلي ما كل أحب يسر لي الزول وكل ما تحب وأبدا سقلي كل ما أحب نبس في ذا اليوم للإله ما قد نبث بلا تناهي فزت بكون الله لي وكوني له مع المطاع خير الكون يا رب صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما أذكى صلاة تشمل الآل مع أصحابي وكل من تتبع ليكن بي وابلي الكمال وصب بجاي لي الآمال بجاي حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإنسان أنت إلهي وولي أبدا ووسيلتي إليك سرمدا سميتني به فابلي به جوارك لي وسبي اكتب له أني صلاة بسلام ثم لآلي وسبي الكرام اجعل جميع طاواتي وليا هم وابتلق يا للأولياء وجدت وجهي إليك يا كريم فسق إلي ما يفوق ما أرم أنت الذي لا أرتجي سواك فعاملني وفي عطاك ضاق بي الحال وأنت أنسي دنيا أخرى ما غير الإنس ضر النسار اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري ردهم دواما لي يا جبار فأنت جاري ونعم الجار ردهم دواما لي في البار وفي البر يا جبار بالهادي الوفي اجعله لي ذوي انقيادي في البر والبحر ولا تمادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر داك يا قريب وجلي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجمم المريض حتى أكون خير عبد وقضيم لك لديك ذا اقتراب يا كريم يسر لي امتثال كل ما أمر به ما اجتناب بكل ما حضر نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستقامة فيسر للكتاب اجعل كتابك وما سن الرسول عليه السل بسلام يا جليل اجعل كتابك وما سن الرسول عليه السل بسلام يا جليل لي أبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى اسرف هوايا لرضاك أبدا ونفي يجعل ذات خير وهدى سقلي ما تحب واسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعة وذات بشر وهدى ومنفعة وجلي الخير وكف الضرر عني بجاه المسوى خير الورى الهبت باليوم صلاة وسلام ثم لآلي وسبي الكرام اكتب له أني صلاة منك وليب علما وفهما عنك اكشف لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث وارتش الحجاب كمل إلهي ظاهري وباطني وبالنبي جلي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتاح والمجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبادفع الناس جميعا يا سلام لك تدرت وإنني فقير فلتغنني يا خير مغن يا قدير ذلي إليك لا إله غيرك يا ربي فكن لي أبنا وثنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناجيتك اليوم وإني
موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد ولا مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفوا أحد كني في الدار كل ما يدر وفيهما سقلي كل ما يسر وجلي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي القيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواري وقلبي أبدا إلى الذي تحب من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما اكتبه خير هدى مؤمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل يجعل خير أجر وثواب لكتب ثوابا في شرابي والطعام وفي صيامي وقيامي والمنام اجعل فطوري كصيامي واجعل نومي وفطرتي كالتنفل اجعل جميع ما يكون صادرا من يرضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البخور قصيدة فيها مهور الهور كملت يوم السبت في البخور قصيدة فيها مهور الهور هذه قصيدة بها جادلت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بالأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البرش وهو المنتقم عقارب تلده كل مجترم من لم يتب لله يا نصارى مسلسا فسيلاقي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدين الإسلام دين النبي المصطفى الإمام قد انتهى بحمد ذي الجلال نظمي مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي والجنة محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله علي بالآل وكل من تلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين lenn dong moo war a liggéey bi mooy yëkkati baatu bi sunu borom sëriñ bi ñëw leen yëmbutam bépp léppam jàddul lépp mi ngi ko def ci yëkkati baatu sunu borom yàlla